أهلا وسهلا ومرحبا بكم كاملين في قصة جديدة. نتمنى تكونوا بخير وما ناقصكم حتى خير. جيتكم اليوم بقصة متتبعة اللي محتاجة آرائكم ونصائحكم باش تولي حتى هي لاله مولاتي وتجي تعاود لنا الجديد ديالها في هذه القناة. قبل ما ندخل في القصة بغيت غير نقول لكم بأن التفاعل طاح بزاف في القناة مؤخرا. هادشي راجع لأنني غبت على اليوتيوب واحد 2 سيمانات تقريبا، الحق ماشي الخاطري والله اللي شاهد. عندي امل كبير فيكم وفي الله باش القناه تعاود ترجع كيف كانت في الاول. تفاعلوا مع القصه الى عجبتكم، ديروا لايك، خليو تعليق، ما تبخلوش علينا. على اي صاحبه القصه كتقول ان زواجها ولا معلق بخويط وتقد تطلق في اي لحظه، فما غنزيدش نطول عليكم وندخلوا في القصه مباشره. انا دنيا كبرت وتربيت في اسره اللي بسيطه، بالحق شي كيحن في شي وشي واقف مع شي. اي حقا با عمرو ما كان عنده الامكانيات باش يوفر لينا شحال من حاجه، بالحق حنا كنا قانعين، غير هو القرايه ما عطيناش فيها. الوالدين مع الاسف ما كانوش فاهمين الاهميه ديال القرايه، فبالتالي حتى حنا ما فهمناهاش. وبحالي بحال بزاف ديال البنات اللي غلطوا هذا الغلط، سمحت في قرايتي وخرجت من التاسعه. وملي جلست في الدار تعلمت جميع انواع الشقا والطياب. اصلا انا كنت واحد البنت اللي حويدكه، وميمتي من الصغر زيدتني للشقا، كتقول لي نهار تزوجي تلقاك حادكه نحطوك على الجرح حبره. وعاد ملي جلست من القرايه زدت كملت داكشي اللي خصني، وليت مسيو بروبر شخصيا. كنموت على شي حاجه سميتها النقا، كنموت على شي حاجه سميتها جافيل وريحه جافيل. بالنسبه لي ريحه جافيل تساوي ريحه النقا. المهم ما علينا، ملي درت 18 عام وكان طلعت لي الجلسه في الدار في الراس، كنت دويت مع دارنا وطلبتهم، قلت لهم عافاكم نولي نخدم حتى انا وندخل شويه الفلوس. دارنا ما عكسوش ليا، وبديت كنقلب على خدمه فاش ما حتى لقيت خدمه في واحد المعمل. ضربت معاهم حتى طبت، وفي الاخر جراو عليا وبديت عاوتاني كنقلب على خدمه في معمل اخر. ضربت معاهم حتى هما اللي كتب الله، وحتى هما داروا ليا نفس الفيلم. وبقيت هكا من معمل لمعمل، من معمل لمعمل، حتى طلعت لي الخدمه د المعامل في الراس. وقلت نبدل، قلبت عاوتاني وبديت كنقلب على خدمه في شي بلاصه واحده اخرى حتى طحت في داكشي ديال الكابلاج. واش غنقول لكم، هذا بوحدو عالم فريد. ها اللي يفهم عليك، ها اللي يتحقر عليك، ديك اللي فوق منك ديما عندها الصح، كيما درتي تغوت عليك لا كونجي لا روبو والصالير كيزفت. ضربت معاهم حتى هما اللي كتب الله وخرجت من عندهم، وخدمت عاوتاني في بلاصه اخرى، وبقيت كنتلاوح هكا من خدمه لخدمه، والسنين كتجري ومشات ايام وجات ايام حتى لقيت راسي درت 30 عام. ولا عمر شي حد دق بابي، ولا عمر شي حد ساومني، وما فطنت حتى لقيت راسي فات عليا التران صفر المره الاولى والثانيه والثالثه، وتقول واش سمعتو ديما راه خلاني وانا كنتجارى من طوبيس لطوبيس ومن خدمه لخدمه. ايوا قلت لكم بقيت جاره حتى النهار اللي كنمشي معروضه لواحد العرس. شافوني شي ناس ما كنعرفوهم ما كيعرفونا، شافوني غير في داك العرس وجاو يخطبوني. في الاول جات غير العكوزه بوحدها، تعرفات على دارنا، داروا تعارف، من بعد جاو كاملين يخطبوني. جات موت العريس، خواتاتو، واحد خوه ومرتو، والعريس طبعا. ومن النهار الاول العكوزه هي اللي كانت كدوي، ومره كيدوي هذاك خو اللي كبر منه. اما هو العريس غير ساكت وحاضر الراس. المهم تفاهموا على كل شيء، دارنا كانوا دراوش ما تشرطوش عليهم، خطبوني وغمضت عيني حليتها لقيت راسي فوق العماريه وكيزغرتوا عليا، وانا فرحانه وكنقول الحمد لله ما برتش، الحمد لله ما فاتنيش قطار الزواج، كون عرفت اش تابعني كون شديت كرويله وتصنت لدامي. المهم داز العرس بخير وعلى خير، ورحت مع راجلي لدارهم مع العكوزه واللويسات. دارهم اللي ما كانتش دار وانما زاويه. هذيك الدار ما كتخواش، انا جايكم في القصه ونعاود لكم. راجلي خدام مزيان وكيتخلص مزيان، وخوه اللي كبر منه كيتخلص قل منه، وواخا هكاك عازل لمرتو مسكنها بوحدها. انا راجلي قالك باقي بالسوله، باقي السيد ما شبع من امه، باقي باغي يقول ماما فيا الجوع. وحتى شخصيته بالمقارنه مع خو كانت لا علاقه. خو تبارك الله عنده واحد الهيبه وكلمته مسموعه، الا قال لمو لا على شي حاجه ما كتعاودش معاه الكلام، عكس راجلي اللي مو محكمه فيه 1,000,000%. واحد القضيه البنات نسيت ما قلتها لكم، فاش جاو يخطبوني هاد الناس
شي ناس عندنا من العائله صابو كيعرفوهم، كانوا فاش ساقوا ليهم الاخبار خطبوني، كانوا تواصلوا معايا وقالوا لي نفدي بجلدك، ديك السيده راه من اشر خلق الله. بالحق انا مديت ما جبت في الهضره وقلت غير حاسديني. ايوا ما اكتشفت الواقع حتى النهار اللي رحت مع راجلي ودوزت معاهم 7 ايام ديال الباكور، وانا نبدا نشوف بعينيا الشر ديال ديك السيده. الا قلت لكم شيطانه غنكون ظلمت الشيطان. عمرني في حياتي ما شفت في الخبز ديال هاد السيده باش نقدر نشبهها به. السيده دارت لي بحال سندريلا، ضربات عليا الكرفي وتماره ديال بصح. ملي كنحل عينيا عفوا ملي كنحل عينيا الصباح وانا في الشقا وتماره حتى كنطيح بالليل دوده. الدار كامله وليت انا اللي هزها على كتافي، وبناتها قالت لهم رجعوا للور وارتاحوا ليا مع راسكم، كاين حمار الطاحونه اللي ينوب عليكم. كنت من كيلوطاتهم حاشاكم انا اللي خصني نصبنهم، والا غير دويت ولا تكلمت تحرش عليا الراجل اللي ولا كيلمونيكا، ما يجيش منك ما يسمع منك، كينزل عليا بالسبان والمعيار، وبعد المرات كيوصل حتى المدان اليدين بلا حتى ما يسولني شنو طرا. حتى لهنا واخا الراجل كان كيتحرش بالحق، واخا هكا كان كيتعامل معايا مزيان الا تسد علينا البيت. ملي كندخلوا انا وياه البيت الناس كيسمعني كلام زوين يشد ليا بخاطري، وبعض المرات يقول لي حتى سمحي ليا. بالحق الا كانت مو وخواتاتو حاضرين بحال كتهزي راجل وتحطي راجل، السيد كيولي عنتر بن شداد شخصيا. ما علينا، بقينا جارين على هذا الحال العام الاول العام الثاني، اختكم مازال ما رزقها الله بالوليدات. كنت باغيه غير شي وليد ولا شي بنيه يعمر عليا يحنن قلوبهم عليا، بالحق ما جابش الله، وبقيت جاره في هذا الزواج حتى كملت 4 سنين والحال على ما هو عليه. الوليدات مازال ما جابش الله، الحقره والكرفي عاد ما كيتزادوا، والعكوزه عاد ما زالت لقات منين تشدني في هذا الموضوع د الولاد، ولات في الدخله والخرجه كتعطيني باش نقيو الدنيا، لا اللي هي تولدوا 2 و 3 ولا اللي هي كيتزوجوا ويحملوا وانتي كرشك خاويه وش لا هضره وكلام البنات. هادشي بلا الوقت اللي كيجيو عندها خواتاتها وانا كنتسخر عليهم، والسيده كدوي عليا في كمارتي كتقول مسكين ولدي تزرف هاد التزريفه وشوفوا كي دايره، وهما كيقولوا ليها ويدوروا يشوفوا فيا وباينه كيقولوا عليا مدلوله، حيت كي قلت لكم الدار ما كتخواش، ماشي غير خواتاتها اللي كيجيو، كي قلت لكم في الاول الدار دايره كي الزاويه، عكوزتي كتضل تعرض على الناس، باغيه هذيك الدار كون لقاتها ما عمرها ما تخوى من الناس، اللي باغي يدير شي سبوع تقول ليه اجي ديرو عندي، اللي باغي يدير شي عراضه تقول ليه اجي ديرها عندي، اللي جا من الحاج تستقبلو عندها، اللي جا من العمره تستقبلو عندها، كلشي بغات ديرو في هذيك الدار. اختكم هي على من كيتضرب التماره والكرفي ديال هذا الشيء كامل. المهم انا قلت لكم ملي كملت 4 سنين وما جابش الله الولاد، بديت كنزن على راجلي باش نمشيو للطبيب، وفعلا دار ليا خاطري ومشينا للطبيب، وكنكتشف ان عندي تكيس مبايض وخلل كبير في الهرمونات اللي صعيب يخليني نحمل عادي. خاصني الا بغيت نحمل نتبع مع الطبيب ونتبع تريتمون ديال الدواء وزيد كحالة الدنيا في عينيا، وكنت كنتسنى الراجل يشد بيديا ويوقف معايا ويهون عليا. الساعه هادشي كامل ما شفت منه والو، حيت انا هادشي اللي كنعرف على الزواج موده ورحمه، ولا طاحت المراه كيوقف معاها الراجل، ولا طاح الراجل كتوقف معاه مرته. الساعه انا كنتفاجئ بالراجل من النهار الاول، من النهار اللي رجعنا من عند الطبيب، ولا داكشي اللي كان كيدير معايا غير قدام مو خواتاتو داك التناصير والترهبين اللي كان كيدير قدامهم، السيد ولا كيدير معايا كفس من داك التعامل ملي كيتسدى لينا بيت النعاس، ولا السيد صعصع بن قعقع، داخل يغوت خارج يغوت. فينا هو داك الراجل اللي كان كيحن فيا ويطبطب عليا، هزيتي راجل وحطيتي راجل، تقلب عليا قلبه وحده. وملي كنقول ليه عافاك تب عليا مع الطبيب كيقول لي مالي تسطيت نلوح فلوسي في الخوان خاوي وشوف واش تحملي ولا لا، انت ما كتولديش دخليها لراسك. ملي كنقول ليه حرام عليك كيقول لي مالي انا اللي حيدتهم لك، شوفي مع سيدي ربي استغفر الله العلي العظيم، كيقول لي شوفي مع الله، الله هو اللي حيدهم لك ماشي انا. وكنبدا نبكي ونقول حسبي الله ونعم الوكيل. اللي غتقول لي سلي منه وجمعي والو، السيد ما تدي منه باش تنقي سنانك، رغم ان عنده الامكانيات كيضل يشكي بالعكر، اللي قلتيها ليه يقول لك ما عنديش، حتى من الكسوه د العيد ولا شي مناسبه الا جات داكشي بالحساب والفلوس كلها كيحطها لمو في يديها، انا ما كدوز حتى حاجه على يدي نهائيا، حتى من السخره، الخبز هو الاخر ما كيصيفطونيش نجيبو، انا ما كنتسخر حتى حاجه ديال الفلوس ما كدوز في يديا.
كاين اللي غيسولني على دارنا وسط هاد الشي كامل، غيقول لي فينا هما وشنو رايهم في هاد الشي. دارنا كما قلت لكم في الاول الناس اللي دراوش، ما ديال المشاكل ما ديال صداعات. عاودت لميمتي ما كيجرى فيا، وعاودت حتى هي لبا. با جا عندي خسر عليا جوج كلمات، قال لي بنيتي دار باك مفتوحه لك في اي وقت. هادوك الناس الا ما عرفوش بقيمتك اجي عندنا حنا عارفين بها. الا بغيتي يا بنتي تطلقي وتجي لدار باك مرحبا والف مرحبا، الا ما هزك هاد الكتف يهزك هاد الكتف. وإلا بنتي بغيتي دارك وبغيتي راجلك راه ما غنحيدهمش ليك. اللي عليا بنيتي الا غير الطبيب والدواء اللي ما بغاش يديرهم لك راجلك، اللي ما بغاش يتكلف بهم، حس بهم عليا. انا نصرف على بنتي ما حدني في الحياه، واخا نعرف نقطعها من لحمي. بالحق بنتي الا كنتي طامعه فيا ندخل في شي صداع ولا نتصادع مع راجلك وتصيلتو، انا بنتي ما ديالش هادشي وخاطيني الصداعات. المهم ولا با مسكين هو اللي كيعطيني الفلوس باش نمشي نشوف الطبيب، او ميمتي مسكينه حتى هي فين ما كاينين شي عشوب كيعاونوا على داكشي د الحماله ولا شي حاجه عندها علاقه بالولاد، كتقادها وتعيط ليا ناخدها. بالحق والو ما جابش الله. في هذا الوقت كانت ذات الامور تكفسات بيني وبين الراجل، واكتشفت ان الراجل كيغدرني. في الاول كنت غير شاكه، حيت كي قلت لكم من النهار اللي جينا من عند الطبيب السيد برد من جهتي تماما، ولا فين وفين الا قرب ليا، وغير انا اللي كنت حايل عليه، وهادشي كله غير باش نحمل. كنقول الا ولدت غيرجع معايا الراجل كيف كان في الاول. بالحق من بعد تاكدت من الخيانه. كنت حصلته بودني هي اللي غياكلهم الدود، كيدوي في التليفون وعايش ليا الحب والغرام. واجهته وتا هو قالها ليا في وجهي، قال لي توصلي ليها وسوليني عليها. خلاني كنغزل، حسيت براسي ما عندي قيمه. غضبت ومشيت لدارنا، قلت السيد غيتوحشني، غيخاف يخسرني، غيحس بقيمتي. قلت اكيد غيجي يردني ويجيب لي كبيره. حتى كنتفاجئ بالدعوه ديال الطلاق كتوصلني حتى لدار با. تصدمت، بكيت، غوت. في الاخر ما كان عندي ما ندير من غير نحضر للجلسات. فعلا بقينا جارين في الجلسات، السيد كان رافض الصلح تماما. ملي وصلنا للمستحقات كنتفاجئ بالسيد مزور الوراق كاملين وداير فيهم انه ما خدامش وعايش غير على امه، والدليل انه باقي عايش معاها في الدار. انا هنا طلعت ونزلت، ما خليت كي درت، وواحد عمي وبا الله يخليهم ليا وقفوا معايا، وقدرت نثبت للمحكمه انه خدام وفين خدام وحتى شحال كيدخل في الشهر. القاضي تعصب عليه وقال لي هذا كيتسمى تحايل على القانون، وخرج ليا مبلغ محترم في المتعه. الراجل ملي شاف راسو غيخلص جا كيطلب ويرغب ويزاوق، انا كنبغيك والشيطان الله ينعلو ويخزيه. وجات مو حتى هي كتطلب وترغب، وجاو كاملين بيهم وداروا بيا حتى سمحت ليه ورجعت معاه. عارفه بزاف منكم غيدفلوا عليا وغيقولوا عليا مدلوله. بالحق والله ما قدرت نرجع لدارنا مطلقه وبلا ولاد من الفوق، والهضره د الناس واش غنتزوج عاوتاني ولا لا. اللي جاي يخطبني غيقولوا لي طلقها الراجل حيت ما كتولدش. هادشي كامل خلاني نقول اللهم نرجع مع هذا الراجل، ويمكن مع الوقت يرزقنا الله شي وليد ولا شي بنيه ويتبدل ويرجع كيف كان. الساعه سول على بنادم واش باقي عايش وشنو تزاد عليه، اما اللي فيه عمره كامل غيبقى لاصق فيه. ملي رجعت خلاوني تاني تدوز ديك 7 ايام د المشماش بحال المره الاولى، ومن بعد رجعنا للاهانات والتكرفيس كتر كاع من شحال هادي، حيت هاد المره بحال كانوا باغيين يصيفطوني وما تشديتش ليهم. حقدوا عليا ديال بصح. الراجل ما كيشوفش في جيتي نهائيا، الكلمه مني ما كيحملش يسمعها، صوتي ما كيحملش يسمعو. تخيلوا لدرجات شي مرات كنكونوا مجموعين على الماكله حتى كيهز وجهه ويشوف فيا ويقول لي خزيت شوفها فيك كتسد ليا الشهيه، عودي كولي في الكوزينه. تخيلوا حتى لهاد الدرجه. هادشي مع العلم انني والله العظيم البنات الا زوينه عليه وفين يبان زينو قدام زيني، هادشي الا كان فيه شي زين وفورمتي زوينه وغزاله، غير هو ضعافيت من قوه الهم والتفكير وقله الماكله، لان ما عنديش هي ديما ما عنديش هي مع هاد الناس. وليت عايشه في ديك الدار اللي عامره بالناس. بالحق انا كنحس بها خاويه، منبوذه، حتى شي حد ما كيجمع معايا، حتى شي حد ما يضحك معايا. ها اللي يضحك عليك، ها اللي يناصرك. مرت لوسي كتجي للدار ما كتهزش الكاس هو الاخر، انا هي اللي كنشقى وانا هي اللي كنقوم بكل شيء، وتا هي كدير القوالب باش ما تقيس حتى شي حاجه. وراجل علاش غتعولي عكاز قديم،
ما حاملنيش وما حاملش يشوف فيا، وحتى لهاد الساعة مازال ما رزقنيش الله بالولاد. كنشوفها ما مقادة من حتى جهة. وجيت اليوم نعاود لكم قصتي أولا باش تدعاو معايا يرزقني الله بالذرية الصالحة، أنا ولا أي بنت محرومة، ماشي غير على قبل الراجل، ولكن كنشوف راسي غادية في الكبر وكنقول على الأقل إلا ما صدقش الراجل نخرج من هاد التزويجة واخا غير بوليد ولا بنية نلقاهم في شنبي إلا كبرت. وثانيا عاودت لكم قصتي باش تنصحوني وتقولوا لي شنو ندير، واش نبقى مع هذا الراجل ونزيد في الصبر ولا نطلق ولي ليها ليها. حتى لهنا غنكون وصلنا للنهاية ديال قصتنا. صاحبة القصة فعلا محتاجة دعواتكم ونصائحكم، كنتمنى ما تبخلوش عليها بهم. واللي مازال ما اشتركات شنو كتسناي؟ تابوناي وفعلي الجرس باش ديما يوصلك الجديد. كنقول لكم ما سخيتش بكم ونتلاقاو ان شاء الله في قصة جديدة.